السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلام. ان شاء الله النهارده هنعمل اجنحة بطريقة بقى كوكي وكنتاكي والكلام بقى اللي الولاد بيحبوه دوت. هنعملها خطوة خطوة مع بعض. يا ريت لو اول مرة تشوفي الفيديو يا ريت ما تنسيش بقى في الاشتراك عشان تشوفي معايا كل جديد وكل حاجة حلوة هعملها معاكي. احنا دلوقتي هنبدأ نعملها خطوة بخطوة مع بعض، وهنشوف هنتبلها ازاي ونعملها ازاي بطريقة سريعة وحلوة. بسم الله. ان شاء الله هنعمل مع بعض خطوه بخطوه. دلوقتي احنا معانا كيلو من الاجنحه، احنا طبعا جبناها قطعنا الجناح لنصين كده زي ما انت شايفه. طبعا جبنا طبق فيه ميه، حطينا ليمونه، عصرنا ليمونه، حطينا معلقتين من الخل، حطينا معلقه سكر، معلقه ملح، ورق لوري كده حطيناه معاه وسيبناه يتنقع فيه ساعه عشان خاطر يضلع يعني يضيع ريحه الزفاره وما يبقاش فيه دم ولا حاجه. وكمان بيديله اللون الحلو كده زي ما انت شايفه، بيديله بياض كده حلو. والسكر بيبدا ان هو بيسوي معانا شويه من الاجنحه بتبدا تستوي معانا كده شويه. السكر ده بيخليها سواها يبقى سهل معانا. فاحنا دلوقتي غسلناها خلاص وصفيناها من الميه بعد ساعه. نبدا ان احنا نعملها مع بعض كده على النار. دلوقتي احنا جبنا بصلايه قطعناها حطيناها في الحله، حطينا عليها معلقتين من الزيت، وهنبدأ ان احنا نحط عليها دلوقتي طبق الاجنحة اللي معانا. ما نسيبهاش تحمر ولا اي حاجة، هي زي ما هي كده. وهتحطي معاها الاجنحة، حطي كمية كلها. طبعا احنا مش بنسويها سوا اللي هي تتهري، لا بنسويها سوا كده نسيب بيها، بس بنسيب فيها تكة كده بسيطة عشان لما نيجي نقليها في الزيت تبقى حلوة كده وتبقاش مهرية. الطريقه دي طبعا اسرع بقى من ان انتي بتبيتيها وكده. احنا حطينا معاه نص معلقه فلفل اسمر، نص معلقه ملح، بس تقلبيها كده تقليبه دي سريعه بقى. دلوقتي احنا الاجنحه خلاص استوت معانا. وضربنا هو كيس الدوريتوس في المطحنه، ومعانا بقسماط مطحون، معانا كده حبه كام معلقه كده منه، ومعانا بضايه. نبدا بقى ان احنا نتبل الحاجه دي معانا. نحط على البضايه نص معلقه من الملح، نص معلقه فلفل اسمر. دي حاجه كده بتعزز اللون، بتجيبيها من عند العطار، اسمها سماق. في منها الاحمر وفي منها الاصفر. لو حابه مثلا تحطي على توابل منها، في التوابل كده بتبقى حلوه. نحط شويه شطه على الدوريتوس. السماق ديت بتدي لون كده حلو للاكل، وما بتغيرش في طعمه ولا حاجه، بس هي بتعزز لونه كده شويه. في منها اصفر برضو بيتحط على الكبسه والكلام ده. كده احنا تبلنا البقسماط المطحون. نبدا ان احنا نتبل بقى معانا الفراخ. هنضيف ربع كوبايه لبن على البيض عشان الكمية تبقى معانا حلوة. وبعدين اللبن بيدي طعم كده حلو للأجنحة، بيطريها كده من جوه. أول حاجة بنضيفها في البيض اللي ضفنا عليه اللبن، بنضيفها في البيض. بعد كده بنطلعها نحطها في البقسماط الأول. بعد ما نتبلها في البقسماط نبدأ ان احنا نحطها تاني في البيض، تعمل وش برضو كده حلو. الحركة ديت كده بتعمل لها وش وسم كده حلو. وبنبدأ ان احنا بقى نحطها اخر حاجة في الدوريتوس المطحون معانا عشان يديها الشكل واللون اللي انتوا شايفينه دوت. يديها بقى قرمشة وبيديها طعم كده حلو كده، هتعجب الولاد عشان هما طبعا بيحبوا الحاجات ديت. فانتي عشان تعملها لهم كده تديها طعم وشكل كده حلو جدا. لو انتي حابه تعملي اي قطعه من الفراخ عادي برضو تعمليها بالطريقه ديت، هتبقى حلوه برضو جدا، مش هتاخد معاكي وقت. كده احنا عملنا ايه، عملت معاكم
قطعتين. هنعمل بقى هنعمل الكمية كلها وهنشوفها بقى مع بعض. دلوقتي احنا قلينا الكمية طبعا اللي عملتها معاكي وتبلنا معاكي. احنا دلوقتي قليناها، طلعت مقرمشة اهي، جميلة، شكلها حلو قوي وريحتها تحفة وطعمها جميل جدا. يلا جربيها على الطريقة دي ان شاء الله هتعجبك وتعجب الولاد. وريت لو عجبك الفيديو ما تنسنيش بقى في اعجاب وتعليق كده حلو زيكم عشان تشوفوا معايا كل جديد، واسيبكم في حفظ الله والسلام عليكم.